قبل البدء، أعزائي المشاهدين، أرجو منكم الدعم قدر المستطاع. دعمكم يحفزنا على الاستمرار، فجزاكم الله خيرا، ولكم جزيل الشكر والتقدير. غدا ومع الأيام القادمة بإذن الله تستعد أجواء المملكة المغربية لتقلبات جوية مفاجئة قد تدهش الجميع. فقد دخلنا في مرحلة نشطة من الاضطرابات، حيث تتهيأ السماء لاستقبال موجات من السحب الماطرة والعواصف الرعدية في عدد من المناطق. تفاصيل الحالة المرتقبة: منذ الساعات الأولى للصباح سيبدأ الطقس في التحول التدريجي مع تكاثف السحب في الشمال والغرب، ليوسع المجال أمام أمطار متفرقة تتحول محليا إلى عواصف رعدية قوية. الرياح قد تكون نشطة أحيانا، خصوصا في المناطق الساحلية والمرتفعات، مما يزيد من الإحساس بالبرد ويرفع من احتمالية تساقط زخات مطرية غزيرة ومفاجئة. تحذيرات هامة: مرتفعات الريف والأطلس وكذلك السهول الغربية معرضة لتساقطات مطرية قوية قد تكون مصحوبة بالبرد التبروري والرعد. السيول المحلية واردة، خاصة في الأودية والمناطق المنخفضة، لذا ينصح بأخذ الحيطة والحذر. بعض الطرق الجبلية قد تتأثر بتساقط الثلوج في القمم العالية، مما قد يعيق حركة المرور. في المقابل، ستشهد المناطق الجنوبية والشرقية أجواء أكثر استقرارا، مع ظهور بعض السحب العابرة، وطقس يميل إلى الصفاء خلال النهار. كونوا على استعداد، فالأجواء تنبئ بالمفاجآت. ولا تنسوا متابعة نشراتنا القادمة لمزيد من التفاصيل والتحذيرات الآنية.